واليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة طيبة وسهلة وبسيطة اللي هي مكبوس الدجاج على الطريقة الإماراتية. بدي أحط شوية زيت نباتي وشوية سمنة وبدي بلش أقلي البهارات الصحيحة. بعد ما ذابت عنا السمنة والزيت هلا بدي أقلي البهارات الصحيحة. أنا عندي هون لومي ورق غار وقرفة وحب هال وفلفل أسود حب، فينا نضيف قرنفل. هودي البهارات أنا أول شي بدي أقليهم تقريبا شي نص دقيقة تناخد الأروما والزيوت الموجودة بقلب البهارات. هلا بعد ما قلينا البهارات بلش تطلع عنا الروايح تبعهم. هلا بدي ننزل الدجاج تخليه ياخد هيك لون حلو، ياخد تحميصة، وبنرجع بنكفي باقي المكونات. الدجاج عندنا هون اخذ لون شوي، بتكون عندنا خفت نسبة الزفرة تبع الدجاج كمية كبيرة. هلا بدي اضيف البصل المفروم ناعم، بدي اقلي البصل معهم. هلا بدنا نضيف البهارات عنا كرمال نخلي البهارات يتقلوا معهم كمان شوي. هلا بعد ما تدبل عنا البصل بدي اضيف الثوم، انا قاصصهم بهالشكل شرحات صغيرة. هلا كمان بدي اقليهم شي دقيقة قبل ما نضيف المكون الثاني. هلا بدي اضيف لهم تقريبا معلقة اكل معجون طماطم رب البندورة، كمان بدي اقليه شوي هون بالوسط كرمال تروح طعمة الحموضة العالية اللي موجودة فيه. انا هلا رح اضيف لهم البندورة انا ما فرمتها فرم، عملتها على البراشة برشتها برش كرمال هلا تذوب على الاخر وتصير الطعمة كلها موجودة بقلب الدجاج وبقلب الرز. هلا رح اضيف لهم البقدونس والكزبرة الخضراء. هلا ضل بدنا نضيف بس المي. هلا بدنا نغمر الدجاج بالمي وبدنا نحط لهم الملح، كمية الملح الأخيرة، بدنا نتركهم أقل شي نص ساعة لحتى يستوي الدجاج. بدنا نرجع نضيف لهم الرز. هلا بعد ما مرق نص ساعة شلنا الغطاء عن الطنجرة، ريحة البهارات مع ريحة البصل مع ريحة الثوم كزبرة البقدونس ريحة بتجنن. هلا صفينا الرز وراح نضيف لهم الرز. أنا هون عم بستخدم رز بسمتي. هلا بدنا نتأكد انه الرز مغمور كليا بالمي وبدنا ننطر نخلي هلا الحرارة عالية. شايفين مثل ماكم شايفين انه هون عم يغلي عنا المي او مرقة الدجاج اللي عم نطبخ فيها الرز عم تغلي. هلا بنخليها لحتى تصير في مستوى الرز، نرجع بنغطي عليها تقريبا شي ثلث ساعة ليستوي عنا الرز. لا هاي استوت عنا طبختنا، بسم الله ما شاء الله عليكم. الرز كيف صارت الحبة عنا مفتحة واستوى الرز. هلا حنطفي عليها كرمال نقدمها. بتمنى تكون نالت اعجابكم وصحتين وهنا.